حبايب، وياكم أحد مكي وكلكم عقاري من شمال فيرجينيا الخضراء. صار لي فترة ما طالع فيديو من هيك نوع، عارف مختفي عليكم. تعرفون التزامات العائلة والتزامات الشغل ويا الزباين. بس خلينا نقول أول شيء ألف مبروك لثلاث عوائل، خلينا نعددهم. عائلة باشبورن قدرنا نساعدها بشراء بيت تاون هاوس اند يونت 4 غرف نوم وثلاث حمامات ونص، بناء 2015، وحصلنا تخفيض بالسعر من البايع، وما احتاجينا بوقتها على اي قرض لانه كان الديل كاش. الحمد لله، الله يرزقهم العائلة ويشوفون كل الخير، وان شاء الله عقبال البيت الثاني والثالث. هو كان البيت استثمار. نقول ألف مبروك العائلة. ثانيا سلمنا المفاتيح قبل كم يوم بهاي ماركت، زب كود 20169، بيت نيو كونستراكشن 2023، يعني بالباكيت. حصلنا 10,000 من البولدر از كريدت، ونفس الوقت اقدر اقول شكرا لاخونا موظف القروض احمد المغازجي ابو موج المحترم، لانه ساعد زبوني حتى يحصل القرض بعد انتظار 3 سنين. ويعني كان الديل الحمد لله سهل وما بيه هواي تعقيدات. زين. والبيت هو عبارة عن 3 غرف نوم، بس يقدر الواحد يسوي اكو غرفة رابعة بالبيسمنت، يقدر الواحد يأسس لها الموضوع. 3 حمامات ونص، مدارس ممتازة، وشايفين كل الخير حبايب. راح احط صور بالفيديو حتى تصير عندكم فكرة شنو وضعية البيت، وصور مفرحة يعني أنا والعائلة الكريمة. زين. ونقول ألف مبروك العائلة من المغرب الشقيق، قدرنا نسلم مفاتيح الأسبوع الفات. بيت بودو بريدج، بيت سنجل فاميلي مو تاون هاوس. تنافسنا ضد 3 مشترين، وكان واحد من المشترين كاش. صح شوية صعدنا بالسعر بس حصلنا البيت، والعائلة خلصت من الإيجار ودوخت الراس. كانوا هم شوية مضايقين موضوع الإيجار، لأنه البيت اللي عايشين بيه أو الشقة غرفة نوم واحدة، وخلص نو مور رنت. زين. البيت عبارة عن 4 غرف نوم، 3 حمامات ونص، بناء 99، يعني مو قديم، وربع ايكر مساحة القاع، حديقة حلوة. البيت بيرفكت كونديشن. طبعا قبل ما انسى، شكر خاص لياسر الحلاوي موظف القروض، ساعد العائلة الكريمة بالحصول على القرض لهذا البيت، وبنفس الوقت تنافس ويا اكثر من لاندر حتى يقلل نسبة الفائدة يعني. ونسبة الفائدة هو قبل 3 ايام من الكلوزنج السيتلمنت، توقيع الاوراق، تسليم مفاتيح، يقدر ينزلها من رقم معين الى رقم معين بحدود ربع نقطة هيك شيء. فاشكره على كل مجهوده، وان شاء الله الديلات الجايه احسن واحسن. والانترست ريت راح احكي بيها، الانترست ريت مو مثل قبل، بلش ينزل which is very good news. يعني هاي مصلحة المشتري. بس بالطبع اريد اذكر اكثر من شغلة، دائما يكون مستعد. السوق ما يرحم، بيوت قليلة نسبيا. يعني اعطيكم مثال، إذا أدخل هسه على آشبورن وأشيك على بيوت اللي هي تاون هاوس جوا 700,000، احتمال ألاقي 8 إلى 12 بيت ماكسيموم. أوكي، في حين هي آشبورن على سبيل المثال بها 44,000 إلى 50,000 نسمة، وهي من المناطق الممتازة استراتيجيا، انفراستراكشر، مدارس. هاي واحدة من المناطق اللي أخدم بها. أنا أخدم كل الكاونتيز، فيرفاكس كاونتي، لاودن كاونتي، برنس ويليام كاونتي، حتى ستافورد. زين. وهم نقول ألف مبروك العائلة، إن شاء الله تم البيعة. البارحة قدرنا نحصل لهم كونتراكت على بيت دمفريز. إن شاء الله باكر نسوي الانسبكشن، نفحص البيت ونتأكد إن كل شيء تمام حسب الأصول. اضطرينا إنه شوية نزيد على سعر البيت، ولكن ما اضطرينا نتنافس. مرات إذا البيت حلو مرتب، ليش الواحد ينتظر لحد ما يسوون اوبن هاوس؟ لا، خلاص نزيد شوية من سعر البيت بس نحصل البيت وما نتنافس ويا البقية، لأنه المنافسة هي حرق أعصاب بكل الأحوال. وأحب أقول ألف مبروك العائلة، حولت من فيرجينيا إلى فلوريدا. أنا ساعدتهم شراء البيت، وبعدين كاليفورنيا بيع البيت. سوينا الماركتينج، سوينا الكوميونيكيشن الصح ويا كل الأطراف، وحصلنا
كونتراكت على البيت واحدة من الايجنتس اللي هي هم تو بروديوسر. طبعا انا لما اشيك واحد يريد يبيع البيت عن طريقي اشيك الايجنت اللي على الجهة الثانية شنو وضعه شنو مبيعاته قبل ما اعطي ريكومنديشن للبايع انه يبيع، قبل ما اعطيه ضوء الاخضر يبيع ويوافق. وهم اشيك على اللندر واسوي هواية ابحاث قبل ما هنقول بول ذا تريجر. فان شاء الله تم البيعة زين حتكون بحدود 15/1/2024 سنة جديدة. فان شاء الله تكون فلوريدا وجهها خير، والجماعة بالطبع اشتروا البيت بمبلغ والبيت صعد سعره بحدود 75,000. فلا تستغربون من هاي الارقام اللي نشوفها. اريد احكي على التضخم والاسعار ووضعية العقارات بهاي السنين الاخيرة وش راح يصير بالمستقبل. حبايب، مثل ما تذكرون أنا نزلت فيديو بداية السنة أنه الأسعار ما راح تنزل، وبالفعل بداية هاي السنة نزلت فيديو اللي يتذكر ولا متابع قلت لكم يابا ترى المعروض قليل جدا وراح يقل ويا مرور الوقت، والديماند بعده قوي. يعني ليش؟ الناس ملت من الإيجار، الناس دا تشوف الإيجار دا يصعد عليها، الناس دا تشوف قيمة الفلوس اللي عندها محوشيها بالبنك او يعني جايت لهم منا او خلينا نقول التعب ما شغل، يعني شغلهم فلوسهم الانكم مالتهم تقل القوة الشرائية، فمتوجهين على العقار، متوجهين على الاسس. والعقار هو يعني بعمره ماكو فد شيء تكنولوجيا نقدر نسوي ابلكيشن. هي مناطق موجودة ثابتة، الاراضي عددها محدود، نوعية البناء هي هاي. ما عندنا مثلا بناء عمودي مثل دبي او الامارات او دول الخليج. فلما القيعان قليله اصحاب البيوت اللي يبيعون قليلين والديماند قوي الطلب قوي، اكيد السعر راح يزيد، راح يزيد طفرات 6% كل سنه 7%. لا تستغربون، ترى انا عندي ناس خلال 3 سنين زاد سعر بيتهم 200,000. منطقه مرغوبه، البيت ممتاز، وضعية الحركة بالمنطقة منطقة مخدمة استراتيجية، فأكيد يعني والناس تسوي فلوس. طبعا الله يساعد الشخص اللي الانكم ماته مو قوي، هذا يعني لازم يشد حيله بهالبلد، لأنه هذا البلد ما يرحم، بلد رأسمالي. وصدقا يعني أنا صفنت بيها الحكومة هنا almost ما تسوي شيء، تعتمد على الكاونتي لحد ما تعطي بيرمت للبلدرز انه يبنون، وهاي العملية تطول، وشروط البناء معقدة هنا، او مثلا باك اند فورث كتابنا وكتابكم. فلا تتأملون اكو معجزات تنتظر سوق العقار. اللي يقدر يشتري خلي يخابرني، اللي يريد يشتري بالحقيقة خلي يخابرني ونشوف اذا يقدر يشتري او ما يقدر يشتري، ونحولها على اكثر من موظف قروض. ترى اني الناس احتمال بالبداية يتوقعون انه انا اتعامل ويا موظف قروض واحد، لا الحمد لله عندي شبكة يمكن 6 إلى 7 لندرية، الكل خير وبركة وكل واحد حالة بحالته. احتمال الزبون يطلب مني انه يتعامل ويا فئة معينة من اللندرية يحجون لغة معينة، او اقول له مثلا يابا اوكي هذا اللندر اتوقع يفيدك اتصل بي، واذا ما يعني حصل له شيء بباله ناخذ احنا شيء اسمه سكند اوبينيون ويا لندر ثاني وثالث الى حد ما يتاكد الزبون انه هذا يصير الديل وما يصير الديل. اوكي طولت عليكم، ان شاء الله الكل بخير وصحه وسلامه. هاي دائما الصحه والسلامه، وراحة البال هي هاي تجي طبعا تواليا. زين شدوا حيلكم على السنه الجايه، خابروني، ححط رقمي اسفل الشاشه، والسؤال ببلاش زين، والاستفسار ببلاش، وماكو شيء مستحيل زين. وكان جدي دائما يقول الله يرحمه الاحجار ما تعجبك تفجخ. احتمال اكو شغله هي ما ببالك بس انت ما متوقع انها تصير، بس نقدر نسويه، نقدر نحقق الهدف مالتك زين. هسه الترند الجديده الريل استيت اللي هنا وايا بيوت بفيينا وماكلين دا تتفلش، دا ينبني عليها بيت جديد. يعني ذاك اليوم شفت بيت $1,000,000 انباع كاش، هسه دا يبيعوه $2,250,000 زين، نيو كونستراكشن بالطبع. فاكو ارباح حلوه بسوق العقار، اللي يدور الفرصه يلقيها، بس لازم يكون مستعد من ناحيه الانكم، من ناحيه القرض. القرض هو اعتبره مثل باسبور
بالحقيقة فيزا مو باسبور. زين انت ما تقدر تحجز طيارة دولة اوروبية اذا ما عندك فيزا، الله اذا انت امريكي. فهاي من باب المثال يعني. فحضر روحك دائما من ناحية القرض. احنا اذا ما انت تعرف احد ريلايبل، احنا نحولك على الناس الريلايبل، وان شاء الله الكل يبيض وجه. والداون بيمنت بالطبع اكو تحديات، اكو ناس فلوسها بالعراق يحولوها منا، بس اكو شويه يعني تغييرات بالوضعيه بالعراق يعني بغداد. زين البنوك شويه ظهر دولارات شحيحه، بس اكو ناس تتحول وماكو شيء مستحيل. يلا طولت عليكم، احد مكيه وكلكم عقاري شمال فيرجينيا. يلا ترقبوا فيديوهات ثانيه ونسولف مواضيع ثانيه. تحياتي.